السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق الكرة مع حلاوة. النهاردة هنتكلم على مباراة الزمالك وفاركو. النهاردة الماتش ده بعنوان عودا حميدا يا بروف. مشكلة كبيرة في الزمالك بتضرب بيه وبتضرب بكل لعيبته. يعني ايه فرقة فيها 2 مدربين؟ يا جماعة الكلام ده ما يحصلش ولا في أندية درجة ثالثة ورابعة. يعني ايه نادي بحجم الزمالك وبقيمة الزمالك فيه 2 مدربين؟ ما تيجي تقول لي يا حلاوة طب ازاي 2 مدربين؟ ده هو النهارده كان فييرا اللي على الخط. فييرا ايه اللي على الخط يا جماعة؟ النهارده فييرا ما قامش من مكانه، النهارده فييرا معاهش مترجم، النهارده فييرا معاهش اصلا اي حد من مساعدينه، النهارده واقف أسامة نبيه على الخط وهو اللي بيدير الماتش كله من أوله لآخره. النهارده الزمالك بدأ بمين؟ بدأ بحسام عبد المجيد وبدأ بمصطفى الزناري، بدأ بنيمار على اليمين وبدأ بالشمال عبد الشافي، عمرو السيسي ودونجا، وجنبيهم سيف فاروق جعفر، قدام زيزو مصطفى شلبي الجزيري. الزمالك ما دخلش الماتش، فاركو كان مسيطر طول وعرض. يعني ايه انت هتلاعب طارق العشري وما تعرفش ان طارق العشري هيلعبك على المرتدات؟ النهارده طارق العشري سيطر على نص الملعب عشان خاطر الزمالك بيلعب بنص ملعب ضعيف. يعني النهارده عمرو السيسي ودونجا وسيف فاروق جعفر، اقسم بالله نص ملعب مرضى الالات ده اعدائي. انا بالنسبه لي لو نص الملعب ده في الاهلي انا هبطل كوره، هبطل اشجعهم. يا جماعه دي فرقه، ده نص ملعب. هتقول اصل انت اهلاوي وانت بتتكلم، والله ما كده، والله ما بتكلم بشماته ولا بتكلم، مش الموقف مش محتاج شماته اصلا. كل اللي بيطلع كل يوم على القناه، وانا اتكلمت في حلقه على مشاكل الزمالك، في ناس كتير قعدت تقول لا وانت اهلاوي وانت بتقول، والله كلها مشاكل الزمالك هي اللي بتحصل. يعني ايه فيرا يمشي شويه ويلعب فيرا يرجع؟ يعني ايه فيرا يرجع؟ قال لك لا ده فيرا هيرجع عشان خاطر يمسك الفرقه تاني وبتاع، وصالحناه على اسامه نبيه والكلام زي كده. انت ما صالحتش حد على حد، انت رجعت فيرا عشان الشرط الجزائي. يا عم اديله الشرط الجزائي. عملت مسلسل هزلي وبعت اقوى لعيب في نص ملعبك وما جبتش بيه حد. رحت عملت تعاقدات ورحت جبت احمد بالحاج وجبت ناصر منسي. طب فين التعاقدات دي؟ قال لك اصل مش عايزين يدفعوا فلوس، ورحت داخل في خناقه مع اتحاد الكوره. اتحاد الكوره مطالبه سهله وبسيطه، ادينا الفلوس بتاعتنا احنا نجيد لك اللعيبه. فضلت حاطط عند، ده مشكله العند يولد الكفر يا جماعه. انت بتعند ليه؟ رئيس الزمالك بيعند على حساب مين؟ انت بتلوي دراع مين؟ انت بتلوي دراع فرقتك. النهارده الزمالك ده منظر الزمالك، ده منظر فرقه. احمد فتوح نسي الكوره، اديله 7 8 ماتشات ما بيلعبش ونازل النهارده ناسي الكوره، من مشاكل لضغوطات لضغوطات عليه في التحاليل، اللي يطلع في التحليل في حاجه. لا 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 لا، ضيعت لعيب من اهم لعيبتك، ورحت عامل مسلسل ما يساويش 3 جنيه ورحت بايع فيه مين؟ امام عاشور. اصل هو عاوز يمشي، اصل الاحتراف، اصل مش عارف ايه. ما تديله عقد محترم من نجوم لعيبتك ومن نجوم فرقتك. انت عاطي تزيد 30 مليون، اديله هو 20، اديله 15، اديله 25، عرض عليه 6 مليون. ما هو اكيد هيدور بره. جالك عرض، انت واحد بقيمه امام عاشور وقوه امام عاشور وعيل ناشئ ولسه 20 سنه ولا 22 سنه تبقى هو ب 2 مليون و600 الف دولار؟ يا ريس صلى على النبي، ده احنا بيرسي تاو ده جايبينه ب 2 مليون و600 الف دولار الا لما يلعب ماتش ويتصاب 5. انت بتتكلم في، انت مش شايف الاسعار؟ انت بالناس بتضحك عليك، انت الناس بتضحك عليك يا رئيس الزمالك، وانت بتضحك على نفسك وبتضحك على جماهيرك. انت اللي بتعمله النهارده ده ما ينفعش، ما يرضيش ربنا. يعني ايه؟ يعني ايه فرقه زي الزمالك ما بتعرفش تنجي الكوره؟ يعني ايه فرقه ما تعرفلهاش مدرب؟ هم يتبعوا كلام مين؟ هم يتبعوا كلام فييرا اللي قاعد وحاطط ايد كده. بس ادي فييرا النهارده يا جماعه قاعد كده بالظبط، قاعد ولا والراجل بص الراجل ده احترافي. انتوا مش هتدوني فلوسي، انا هكمل واخد فلوس براحتكم. مش عايزين مدرب، انا قاعد على الدكه براحتكم خالص وانتم خسرانين بشان. النهارده اسامه نبيه بيدير الماتش، مش عارف يدير الماتش، وراه واحد برضه مركز معاه ومش مركز مع اللعيبه، ولا اللعيبه مش مركزه مع نفسها، ومصطفى شلبي بيخبط وزيزو بياخد الكره ويروح ويجي، ولا فيش جمله مفيده. ماتش الزمالك تتفرج عليه النهارده، لا انت عارف تكتيك بيلعبوه ولا انت عارف جمله مفيده بيلعبوها. قلت مليون مره دفاع الزمالك ده اقسم بالله ما ينفع يلعب. انا كلمت على حسام عبد المجيد قبل كده، كنت ما بيعرفش يطلع بالكوره على الارض. النهارده غلطه كل ماتش، عبد الغني يعمل غلطه تيجي جول. في ماتش فيوتشر يا طبعا الزمالك لحق نفسه وعرف يجيب الثاني، كان برضه نفس السريع. عبد الغني عمل غلطه جت جول. ماتش الاهلي عبد الغني عمل غلطتين، مصطفى الزناري عمل غلطه، مش عارف حسام عبد المجيد عمل غلطه، خسر الماتش. ماتش النهارده حسام عبد المجيد بيباصي بقى جاي بصري راح وجع. ايه يا عم السهريه دي؟ والله العظيم ما ينفع الكلام ده يا جماعه. ده مش دفاع زمالك يا جماعه، فرقه بتنافس على الدوري. بص على الفرق اللي جابلك بتنافس على الدوري. تعال لوقت الاهلي اهو عنده كام مدافع؟ محمد عبد المنعم، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. 5 مدافعين، انت تحتار تلاعب مين فيهم؟
الاجلهم كوره كان ايمن اشرف ورامي ربيعه، اجلهم كوره. هات الاثنين دول، اجل اثنين بيلعبوا كوره في الاهلي، هات الاثنين دول وجسهم على الزمالك، والله العظيم تحطهم انت نفسك لو اللعيبه دي عندك هتحطها مكان حسام ومكان محمد عبد الغني بالميت. فرجه ما فيش خالص. باك يمين عندك مش عارف تراقب باك يمين، اتصاب المسلوسي بقيت تلعب نيمار. هو نيمار ما بيلعبش باك يمين، ده نيمار بيلعب جناح، بيلعب جناح في الحته اللي قدام، مش حته الباك اليمين دي. رحت منزله وراجع عمر جابر، هكذا عمر جابر برضو ما اوسخ من سيدي الا ستي، حاجه مرار. والله العظيم يا جماعه الزمالك ده حرام اللي بيحصل فيه. انا اهلاوي اهو بقول لكم حرام. فين في فرقه الزمالك السنه اللي فاتت؟ مشكله الزمالك ما بيعرفش يبني على اي نجاح يعمله. عملت نجاح، خدت دوري في كاس، ابني بقى، ابني وكمل. لا مفيش، وبقى اخش في دوامه مشاكل، دوامه خناقات، مدرب يمشي لا ما يمشيش، مشيته يعني تطلع انت المفروض حتى اداره محترمه. هات فييرا بالادب والاحترام، اقعد معاه، مش الراجل يطلع من الملعب يلاقي نفسه متقلع عن طريق الهوا وتقول له انا هاكله بعد ماتشين، وترجع بعد كده تقول له انا اكلته مش عارف ايه، مش عارف الكلام ده كله. في الاخر الراجل راح متمسك بحقوقه، عنده حق، عنده حق. الراجل دلوقتي انت مبرم معاه عقد بشرط جزائي، هو اللي مشي ولا انت اللي مشيته؟ انا اللي مشيته. طب تعالى نقيسها بقى بالعكس، لو هو اللي جاله عرض تاني وساب الزمالك، مرتضى كان هيسيبه؟ مرتضى كان هيرفع عليه شرط جزائي وياخده تالت وبتلت؟ كان هياخده وكان هيقعد يخرب الدنيا ومش عارف ايه. طب دلوقتي فييرا دلوقتي انت اللي فسخت عقده وما فسختوش باحترام مع قيمه الراجل وقيمته التجريبيه، تطلع على الاعلام تفسخ العقد كده من غير ما يعرف وبتاع. طب اديله حقه وقول له اتفضل يا عم حقك واتفضل اتكل على الله. لا، ناكل حقه بقى وندردر الدنيا. الراجل قال لهم لا خلاص انا راجل متمسك بعقدي، لا اما اروح الفيفا. قالوا له لا تعالى يبقى مستشار فني. قال لهم لا ما بشتغلش مستشار فني، انا راجل بشتغل مدرب. قالوا له طب تعالى بقى، راح حطه على الدكه وما بص معكش صلاحيات وجهازك ومشيت وسويت معاه كل حاجه. طب ده كلام ينفع؟ والله ما ينفع. الكلام ده ما يحصلش درجه رابعه ودرجه ثالثه، مش فرقه بتنافس على الدوري الممتاز. تعال دور على بيراميدز، اجل الفرق، معاه مين؟ معاه علي جبر، معاه احمد سامي، معاه اسامه جلال، معاه دفاع تعرف تقول المدافعين دول 10 على 10. انت الزمالك ما كانش فيه محمود الونش ربنا يشفيه واتصاب. طب جبت مين مكانه؟ جبت مين؟ مصطفى الزنار. هل بقيمه الزمالك هو اي حد وخلاص؟ انت كده بتحط بتحشي حشو فاضي عشان تريح الجمهور. يعني جبت لكم فلان، جبت لكم علان، فين القيمه يا جماعه؟ فين قيمه المدافعين؟ ده المدافعين الزمالك السنتين اللي فاتوا خد الدوري بقيمه مدافعينه بالتماسك. المدرب كان عامل 5 بيلعبوا ورا ومتماسكين، ان الونش كان قائد الدفاع وكان بيسيطر وكانت الامور ماشيه، فتوح رجله كانت في الملعب، كان بيلعب جنبين الناحيه الثانيه المسلوسي شويه وكان بيمشي نيمار شويه. ان في 5 دي في 3 مساكين. يعني النهارده سيفتري يخرم وسط 3-4، ده فكرني بتيري هنري. ايه يا جدعان الكلام ده تهريج. والله العظيم اللي بيحصل في الزمالك ده تهريج. ده بص مسرحيه هزليه من الدرجه الاولى. لو طلعت على مسرح مصر يعني اجل ما يطلق عليها مسرحيه هزليه فقط لا غير، تخش تضحك بس عليها. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا تعرف مدافعين. النهارده الزناري يغلط شويه، مش عارف حسام يغلط شويه، نص الملعب ما بيدافعش كويس، السيسي ما تعرفش ده بيلعب ديفندر ولا بيلعب 8 ولا بيلعب 6. مفيش لعبه معينه. انت عشان لو انت فاهم كوره ومركز كوره، بص على فرقه الزمالك النهارده مفيش كوره معينه الا لعبات فرديه فقط لا غير. هو زيزو ياخد الكوره ويجري وخلاص، شلبي ياخد الكوره ويجري وخلاص، مش عارف ايه. طب ما انت لعبت ماتش فيوتشر حلو، ما كملتش ليه؟ ما عملتش نفس التكتيك ونفس التشكيله وكملت ليه؟ لازم لا، بس كان عندك امام عاشور نص ملعب. قعدنا نقول امام عاشور تجيل. امام عاشور ده من انظف نص الملعب اللي في مصر، ما يختلفش عليه 2 اهلي او زمالك. انا اهلاوي بقول امام عاشور ده من انظف الناس اللي في نص الملعب، عايل دريبلنج ويعدي وسط 2 ويخش ويشوط ويباصي ويحضر ويروح وقوي وبدنيا. شلت امام عاشور. تعال اتفرج النهارده سيف فاروق جعفر تايه، ما يعرفش المكان اللي بيلعب فيه. عماد نبيل دونجا نص ملعب فاركو النهارده قوي. محمود حماده مسيطر مع لاعيبته وماسكين نص ملعب من الزمالك وبيخترقوا عليهم من العمق، وراح رامي لك 2. والله العظيم ال2 مهاجمين اللي كانوا بيلعبوا الزمالك النهارده مبطلين كوره. عمرو جمال ده مبطل كوره من زمان قوي، يعني ما شفتش عمرو جمال ده من فتره، من ايام ما كان بيلعب في الاهلي وتراح وتمجر، وحتى انا ما كنتش عارف انه بيلعب في فاركو النهارده. وشكري نجيب ده راح الاسماعيلي وراح مش عارف الطلائع. ناس كبار كوره مبطلين كوره بيلعبوا عليهم 2 شباب النهارده
واثنين شباب المفروض مساكين، يعني كل الكور دي بتاعتهم. يعني ايه يعني ابقى عمرو جمال الكره قدامه وهي في 5 6 7 ثواني ويتمطع وبراحته ويخش الشوط ومفيش حد عمل عليه بلوك؟ يعني ايه طيب؟ يعني ايه ده فرقه بتتنافس كده؟ يعني ده ما ينفعش الكلام ده. واللعيبه واقفه تحلق وواقفه تتفرج. حسام يجي باصي تتقطع منه، حد يشيل؟ لا مالناش دعوه، مش قطعت منه ما يخصناش احنا السعريه دي ولا حد ولا بتاع. فضل لحد ما راح يعوض وحط الثاني، الثالث النهارده، الثالث ده يضحك. سيف تيري داخل بين عمر جابر وبين ابراهيم نضاي النهارده. ايه ده تهريج ده لعب، دي لعيبه واقفه على الارض مفيش عدى وسط واحد واثنين وثلاثه. ايه ده يا عم؟ دولانين ميسي يستحي يعملها الكلام اللي انت بتعمله فيك ده ويقول لي مش عارف ايه. الزمالك عنده مشكله كبيره، الزمالك عنده مشكله اداريه من الامر الواقع. الزمالك ما عندوش مشكله فنيه، الزمالك عنده مشكله اداريه. ارحموا الزمالك لوجه الله، اداره الزمالك ترحم جماهيره. اقسم بالله حرام الجماهير اللي تروح وتيجي معيطه كل يوم والتاني دي، الجماهير اللي بتمشي زعلانه دي، ارحموهم لوجه الله. انتوا اداره فاشله، امشوا. انا بتكلم بلسان حال الزملكاويه، امشوا، مش عايزينكم والله ما عايزينكم. هتطلع النهارده تطلع لي بيان وتقول لسه حازم امام وسط اتحاد الكوره، وهتطلع بكره تطلع لي بيان ترميها على الخطيب، تطلع بعد بكره تطلع لي بيان ترميها مش عارف على مين. امشوا لوجه الله احسن لكم، عشان الكلام كده قله ومصلحه، والكلام ده كفايه. كرهتونا في الكوره والله. سلام عليكم.